عليكم، برا فيديو جديد. كيف حالكم اخواني؟ ان شاء الله طيبين، ان شاء الله كويسين، عساكم بخير ان شاء الله. فيديو اليوم فيديو اخبار بسيط وخفيف ونظيف كالعاده. بما ان في يوتيوبرز كثير ساحبين على الاخبار مثل استاذ خلف وراكان تايم والعيال كلهم في معرض واحد، واصلا عادي يعني لو انا مو معهم عادي ممكن بيوم من الايام ادخل معاهم في المعرض ونروح، لكن حاليا انا مالي في معرض يعني عادي. الزبده اليوم معنا اخبار رهيب، لكن قبل لا نبدا بالاخبار زر الجرس لو انك مو مفعل، اتمنى انك تفعله بحيث ان اول ما انزل مقطع يوصلك، بما ان اخر فتره انزل مقاطع وما توصل الاشعارات حتى الناس اللي مشتركين، فما شاء الله يعني اليوتيوب اهنيه على الاشياء الجميله اللي يهدينا اياها كيوتيوبرز. الشكوى لله بس. حسابي بسناب شات لو انك مو ضيفني اتمنى انك تضيفني بحيث انك تتعرف علي اكثر، تقترح علي اشياء وانا اسويها. فيا هذا هو حسابي، صور الشاشه وضيفني عن طريق سناب كود لو انك مو ضيفني. الخبر الاول معنا اليوم اللي هو خبر او مو خبر، اتوقع انكم كلكم عارفين لكن حبيت اعلق عليه، اللي هو ان اليوتيوبرز كلهم تقريبا العرب في معرض واحد. هذا المعرض موجود في الرياض، هذا شيء عادي واتوقع كلكم عارفينه، لكن شيء اللي حاب اعلق عليه اللي هو صوره خلف زون مع راكان تايم. في ناس كثير تقول انه اوه خلف زون كيف تصور مع راكان تايم، ذول يكرهون بعض عشان راكان تايم سرق فكره الاخبار من خلف زون وهذا الكلام. فحبيت اوضح شيء، هذا الشيء اللي هو ان احنا كيوتيوبرز عرب كنا ننتج محتوى ترفيهي، هذا المحتوى مهما كان حتى لو كان منسوخ من فيديو ثاني وانت شفته تماما طبق الاصل، اهم شيء انك استمتعت بهذا الفيديو، نعتبر وصلنا الشيء اللي احنا نبي نوصل لك، والفكره الاساسيه او صاحب الفكره الاساسي يكون معروف عند كل الناس. على سبيل المثال الاخبار، اول شخص عربي بدا انه يسوي اخبار شاطحه وزي كذا هو خلف زون، فكلنا عارفين هذا الشيء، لكن جاء بعد راكان تايم ونجح في المجال. فاحنا ما نقول انه اوه راكان تايم نجح في التقليد، لا لا لا, لا. الفكره اللي حابه اوصل لكم اياها ان لو يوتيوبر قلد يوتيوبر في محتوى ما يحتاج انه يقلده باساس المحتوى. على سبيل المثال خلف نزل خبر، لو راكان نسخ الخبر نفسه من دون اصلا لا حتى يضيف عليه اسلوبه، هنا تقول انه يقلد، لكن لو انه اخذ فكره الاخبار وعدل عليها ترى شيء عادي. وعلى فكره حاليا مو بس خلف زون راكان تايم اللي ينزلون اخبار، عندكم قنوات كثيره جدا تنزل اخبار، يعني صديقي حمزه فلوجز عندكم انا، عندكم كويلي، يعني كلهم تحت مسمى الاخبار تعتبر. فلا احد يقول انه اوه ذا ينزل اخبار يقلد خلف، لا لا بالعكس، اهم شيء انك تستمتع في الفيديو. هنا احنا اليوتيوبرز نكون سعيدين لاننا وصلنا الشيء اللي احنا نبيه من فيديوهاتنا لك. ونفس النظام مع يوسف احمد، يعني حاليا يوسف احمد سوى مقاطع ردة الفعل، وعلى فكره مقاطع ردة الفعل من اخطر المقاطع في اليوتيوب، بحيث انها كوبي رايت ممكن يطير قناتك. هذا شيء ما حد يحبه طبعا، عشان لو صار تتدمر نفسية اليوتيوبر. فالله يبعد الكوبي رايت عن اي يوتيوبر عربي، ما في يوتيوبر يتمنى ان شخص ثاني ياخذ كوبي رايت ابدا، بالعكس احنا كلنا يعني اهم شيء عندنا ان نوصل لكم محتوى ترفيهي، هذا اللي حاب اوصل له. وعلى فكرة لحد الان ما في اي شخص عربي اخترع فكرة بحد ذاته، يعني الاخبار بدايتها كانت عند شخص اسمه كيم ستار وشخص اسمه سكيرز، ذول اول شخصين في اليوتيوب نزلوا اخبار، وحاليا هم انجح القنوات في اليوتيوب للاخبار. فيعني على فكره الاخبار مو لخلف زون، معلش يعني بالموضوع. ورياكشن يعني انك تسوي رده فعل على فيديوهات، او اليوتيوبر سوى قناه خاصه في رده الفعل اسمها رياكشن تايم. ايوه نعم، حاليا هو عنده اتوقع بيوصل 4 مليون مشترك، لكن فكره ردة الفعل فكره صعب انك تستمر فيها، مثل ما سوى يوسف احمد ومثل ما سوى صاحب القناه الاجنبيه اللي اسمها رياكشن تايم، كلهم تقريبا حاولوا يبعدوا كليا عن ردة الفعل، صاروا ينزلوا محتوى قريب عن ردة الفعل لكن من انشائهم، يعني هذا هو الشيء الاختلاف في الرياكشن. في النهايه اتمنى التوفيق لكل اليوتيوبرز العرب، وان شاء الله بالتوفيق لاي يوتيوبر، ان شاء الله نشوف اليوتيوب بالعربي على طول فوق ومن اعلى المراتب في اليوتيوب. اتوقع طولت عليكم في الخبر، لكن باقي الاخبار ان شاء الله بتكون اخبار ترفيهيه وحلوه. الخبر الثاني نتكلم عن يوتيوبر ابوه هدى امه شاشه في عيد الكريسماس عندهم، فزبده فاجئوا الام في هذا الشاشه، لكن الفرحه ما اكتملت للاسف. بوريكم المقطع الزبده، بوريكم مقطع وانتم احكم. اوكي هنا يقول ان جبنا تي في يعني من هذا الكلام. هنا راح عند امه يقول لها تعالي شوفي يما ابوه جاب لك هديه حلوه وكذا. فايش بيصير بعدين؟ خلينا نشوف. هنا طبعا لحد الان هي محسبه انه مقلب. ايوه نعم مقلب. تقول برانك ونوم برانك. اوكي ايش بيصير بعدين؟ خلينا ناخذ على طاري، على فكره انا عندي قهوة يا أخي، نصور بوقت متأخر على فكرة. أوكي هنا شاشة. أوكي
هنا الفرحة ما اكتملت. شوفوا كيف، شوفوا كيف هنا. أوه. طاحت الشاشة على الأرض وانكسرت حظا أوفر في المرة القادمة يا عزيزي. يا أخي الحق عليك، يعني تهدي شاشة أو كذا والله جايب شاشة، لا ما يصير كذا يعني. أعطوني رأيكم في الموضوع. واحد يكون جايب لك هدية وتتحمس مرة مع الهدية وتنكسر الهدية، ايش بتكون ردة فعلك؟ تبا والله انقهر من كل قلبي يعني، والله ما انقهر، اخذ الشيء واصلحه بعد يعني. تروح علي الهدية، لا سلامات. الخبر الثالث يتكلم عن شخص في الصين راح يسحب فلوس من بنك، الشخص معه فلوس زيادة مدرهم، الزبدة راح عشان يسحب الفلوس، بعد ما سحبها كانت برزم فلوس كثيرة يعني، سحبها ورق، سحب مبلغ كبير، فهو طالع من البنك جات عاصفة قوية طيرت كل الفلوس. تتوقع ايش سووا الناس اللي كانت ماشية في الطريق؟ بس خلينا نشوف المقطع مع بعض. اوكي هنا مثل ما انكم شايفين طالع من البنك وجت وطارت الفلوس، طارت الفلوس، وكان حمل الكلب بعد وجيبوا الناس كل واحد والله اتوقع في ناس كثير سرقوا منه، زرفوا هم زرف يا ابوي، اصلا الفلوس كلها طارت لاماكن بعيده جدا. تبا. اوكي خيرها بغيرها يا صديقي، اتوقع فلوسك راحت. يا الخبر الرابع يتكلم عن مذيعة روسية. هذه المذيعة كانت في بث مباشر، ما ادري ايش طبيعة البث بالضبط، لكن المهم هجم عليها دب وهاجمها بشكل شرس جدا وهي في بث مباشر، فيعني مو واضح كثير اللقطة لكن بعرضها عليكم، خلينا نشوفها مع بعض. اوكي هنا مثل ما انكم شايفين الوضع طبيعي، فجأة هجم عليها وسوى كل شيء، هو دب سيرك طبعا لمعلوماتكم. تبا. بعيد المقطع مرة ثانية. الخبر الخامس يتكلم عن شخص باكستاني اسمه أرشد خان، يعني معروف من اسمه. الزبدة هذا الشخص كان يشتغل بياع شاي في الشوارع يعني، وشخص مدرس وما له علاقة في الدراسة، تقريبا شبه أمي هذا الشخص يعني، دوب يعرف يقرأ وما يعرف يقرأ كل شيء. الزبدة عشانه وسيم، كانت الناس تمر من جنبه تقول اوه شوف هذا والله هذا وسيم وكذا، ففي شخص يشتغل في الإنتاج الفني وكذا مر من عنده عشان يشتري شاي، اللي صار انه عجبه منظره وبدأ طريقة للنجومية، وحاليا هو بيمثل فيلم بينعرض في هوليود اتوقع ولا شيء زي كذا. المهم هذا الشخص بسبب انه كان بياع شاهي صار نجم. ايوه نعم صار نجم. شوفوا صوره، شوفوا الصور هنا، شوفوا بيطلع لكم صورته، هذه صورته قبل وهذه صورته بعد النجومية. فلو انك وسيم وكذا انزل في منظر حلو وبيع شاهي في الشارع وبياخذك منتج امزح طبعا مجرد مزحه. وبس كذا نكون وصلنا نهاية المقطع. في نهاية المقطع لو عجبك المقطع عطني لايك، ولو ما عجبك المقطع عطني ديسلايك، واذكر لي السبب في التعليقات. اشترك بالقناة لو مو مشترك عشان تنضم لاخوان بيبو، حنا اسرة عائلة وليس مشتركين، هذا اهم شيء في القناة. انشر المقطع لو عجبك وبس عشان تفيدني وتخلي الناس غيرك تستفيد او تستمتع بالمحتوى اللي قدمته لو عجبك. حساباتي بالسوشيال ميديا كلها بنفس الاسم ظاهرة امامكم على الشاشة، حابين تتابعوني تشوفوا اخر الاشياء اللي انزلها واتواصل معاكم. اهم شيء اني اتواصل معاكم، اخذ رايكم في اشياء كثيره وتعرفون اخباري اول في اول ونتعرف على بعض اكثر ونطقطق كل شيء. فهذه حساباتي تعال، خاصه تويتر وسناب شات وانستغرام كلهم، لكن من جد انا مره متواجد في تويتر وسناب شات يعني، فحياك الله. قبل لا انهي المقطع اشوف تناقض كبير بينكم في التعليقات عن ناس تحب المقطع طويل وناس تحب المقطع قصير، فاللي بيسوي انه هنا بيطلع لكم اشاره تعجب بعد شوي، اكتب فيها طول المقطع اللي تحبه او صوت لاكثر طول تحبه، اللي هو انت تحب المقطع اقل من 7 دقائق او ما بين 10 دقائق ل 15 دقيقه او ما بين 15 دقيقه ل 20 دقيقه. صوت لافضل وقت تحبه بحيث اني باخذ اكبر نسبه تصويت واسوي مده المقاطع عليها. ايوه نعم الحين بتطلع لكم اشاره تعجب هذه. وبس بيس اوت. يعني السنة الجديدة تكون سنة خير في كل شيء في حياتكم، الله يوفقكم ان شاء الله وتكون سنة مغيرة لحياتكم للافضل جميعا من دون اي استثناء. لكن في شيء من شأنه انه يساعد. وصلنا للنقطة السرية في المقطع، فقرة اخوان بيبو المميزين، هذه ما يوصل لها الناس نادرين. والله القهوة بردت وانا اصور صراحة. تصدقون هذا الفيديو صار لي اصوره حوالي 35 دقيقة تقريبا، الله يعيني بالمونتاج بقص منه قص كثير. زبده يلا عاد خلينا ننهي المقطع مع بعض ونقول بغير هذه حقت بس بقول مع السلامة. بخليها كذا حلوة صح؟ اي يلا من جد هذه المرة نقول كيف اقولها كذا ولا كذا؟ خلاص سوري من جد كيف اقولها؟ يلا لا ما يصير كذا بيس اوت مع السلامة، لازم اقول مع السلامة. ايوه هذه حلوة